لحظة من فضلك، لحظة من فضلك، لو سمحت لحظة من فضلك. برنامج المنشورات اليومية والأسبوعية لصالح المواطن المصري بجميع كوادره. لا ندعي أننا أصحاب سبق، ولكننا نجتهد دائما، نتميز بالحقائق والمصداقية بالدليل. العمدة الشاعر سيد الأشول، مقدم هذا البرنامج لأحبابي في الله، أبناء وطني المحترمين. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا وتقبل الدعاء. قف هنا لحظة من فضلك. يا ما شفنا فيك كتير يا بلد، لكن اكتر من القذارة دي ما خطر لنا على بالنا في يوم نشوف ولا نسمع. بشر عنده عقدة نفسية ومريضة بشغل النسوان، ونظام قعدة الفسحة والمجايب في سيرة الناس، وخاصة اللي أحسن منهم. وليه ربنا يعطيهم ليه واحنا مش أقل منهم؟ كيد النسا كاوي قلوبهم وعمى عينيهم، نسيوا ربنا فأنساهم أنفسهم، كمان عرقب إيديهم ورجليهم. راح يعيشوا عمرهم في مذلة، في الواطي دايما ماشيين، وعمرهم ما هيشوفوا العالي طول ما هم لغيرهم باصين. خلايق بيوتهم خربانة، خلايق بيوتهم خربانة، وأولادهم ضايعة ملهاش مستقبل. علموهم أصول اللعبة، علموهم أصول اللعبة في نشر الفساد بالغيبة والنميمة وقعدة الفسحة شيء أساسي. فاتحين قناة موجهة ضد النادي الأهلي الوحيد في مصر اللي ناجح ورافع اسم بلاده عالي. الأهلي جاب لهم حرقان وألهب لهم البواسير، شطة نار مولعة فيهم مش عارفين يطفوها. الأمر الأدهى للأسف الشديد إن في قنوات مصرية معاهم ضد، وإعلامهم موجه بطريقة فجة لضرب الأهلي في مقتل. وللأسف الشديد في لاعبين قدامى كلهم شاربين ودارسين في مدرسة كيد النسا لقعدة الفسحة والنميمة. وسبحان الله اللي بيقولوه على النادي الأهلي هم نفسهم اللي عايشينه، وعايزين يصدروا للجماهير الزملكاوية ان النادي الاهلي مليان مشاكل كتير، وهم النادي الوحيد في مصر كلها اللي خالي من المشاكل. ضحكة سخرية بأمارة ايه؟ يا خلق لموا غسالكم الوسخ، يا خلق لموا غسالكم الوسخ من على صفحات المواقع والسوشيال ميديا. ده انتم فضايحكم وصلت لجميع انحاء العالم، انكم نادي النصابين وبالدليل القاطع، ويشهد عليكم الفيفا والمحكمة الرياضية وادراج وليد العطار اللي مليانة بقرارات الغرامات المالية والايقافات عن القيد والمدد، واتحاد الكرة واتحاد الكرة الفساء والفاسد اللي بيغطي جرايمكم بالكذب والتضليل. فين حقوق المدربين واللاعبين؟ فين حقوق المدربين واللاعبين والعمال؟ واخر الاحداث فين جوميز راح؟ ولا ده كمان خبر فيك؟ بكره ينزل على الصفحات ان جوميز رافع عليكم قضية في الفيفا وفي المحكمة الرياضية انكم واكلين عليه جميع مستحقاته المالية. والقنبلة الاخيرة واللي راح تنهي عليكم نهائي قضية اللاعب الفلسطيني وسام ابو علي اللي جاب لكم خرم الايزون في المخ او في النافوخ. مسؤولين كبار رفعوا عليكم قضية
قضية تشهير باللاعب وتغيير الاسم والصفة والديانة والعقيدة إلى اليهودية، والجاي عليكم سواد إن شاء الله. بص لنفسكم، روحوا انقذوا أولادكم اللي في الحبس، وأولهم اللاعب المسكين الغلبان أحمد أبو الفتوح، قبل ما تتكلموا عن النادي المحترم الوطني الأصيل. مش المختلط يا مختلط، اسم على مسمى. وحاولوا تغطوا ظهركم العريان، وحاولوا تغطوا ظهركم العريان بدل ما تتكلموا على ناس أنظف منكم ملايين المرات، أصحاب الأيادي البيضاء الأشراف، أصحاب المبادئ والقيم. وإلى اللقاء في عمل جديد إن شاء الله، نشوفكم على خير. قف هنا لحظة من فضلك. برنامج المنشورات اليومية والأسبوعية لصالح المواطن المصري بجميع كوادره. لا ندعي أننا أصحاب سبق، ولكننا نجتهد دائما، نتميز بالحقائق والمصداقية بالدليل. العمدة الشاعر سيد الأشهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.